هيري العباسية. أستاذ كريم أهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. ليه دكتور جمال زهران اعتقد انك سمعته معترض وشايف ان الحكايه ما كانتش يعني منصفه، وان الغلبه كانت العباسيه لتمرير شيء ما، ده فحوى رسالته، حابب ترد وتقول ايه؟ حابب يعني اولا انا بحترم الاستاذ اللي كان بيتكلم من شويه وكلامه يعني في جانب كبير قوي مش صح. اولا في اختلاف ايديولوجي كبير جدا بين التحرير والعباسيه. ميدان التحرير قال اعدام المشير طنطاوي، احنا بنأيد المشير طنطاوي. ميدان التحرير بياخد كل حاجه بالعافيه، كل حاجه بالاعتصامات، دي مش سياستنا. احنا ناس عايزين البلد تستقر في امور معينه، احنا عايزين نعمل مصالحه وطنيه بين جميع الاطراف، ولكن في شروط اهمها الحفاظ على هيبه الدوله المتمثله في الجيش المصري، المتمثله في المجلس العسكري. تاني حاجه يا فندم، احنا عايزين الشرطه ترجع بكامل هيبتها، زي ما كنت بتفرج من شويه في التقرير حضرتك كنت عرضه على القناه، انا بجد فرحت. ففي اختلافات بسيطه بيننا وبينهم، ولكن دول اخواتنا واحنا كلنا مصريين ومفيش اي مشاكل يعني في الجزئيه دي. طيب ليه المبادرة يعني المفروض انها مبادرة رائعة، ايه اللي خلى فيها اعتراضات وانسحابات من شخصيات مهمة؟ دكتور كمال زهران حد من حزب الوفد الازهر، ليه المبادرة ما نالتش القبول؟ ودول اشخاص اعتقد ان هم محايدين. اولا يا فندم بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة معلومة، ميدان العباسية ما يمثلوش تيار بعينه ولا ائتلاف بعينه ولا حركة بعينها. والدعوه دي يعني انا فوجئت بيها ان هي كانت موجوده النهارده وكانت شغاله، لكن احنا ما نعرفش عنها اي حاجه. انا برد على الكلام اللي هو قاله. لكن ميدان العباسيه لا يمثلوا ائتلاف، مفيش طبعا، لان اكبر دليل انا لا، عشان انا عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع كبير جدا، لان في بعض الشخصيات اللي ما لهمش معنى العباسيه اصلا عملوا صفحات على الفيسبوك يقول لك انا ائتلاف الاغلبيه الصامته، انا حركه الاغلبيه الصامته. الاغلبيه الصامته لا تتحدث الا عن نفسها فقط. مفيش حد يطلع يقول لي انا بمثل نفسي ان اتكلم عن العباسيه. انا ذات نفسي كريم بتكلم مع حضرتك اهو، ما بتكلمش الا عن شخصي ووجهه نظري فقط. لكن اللي يطلع يقول لك انا بمثل حزب العباسيه، لا، العباسيه كفكر هي عايزه الجيش يفضل موجود لحد من الفتره الانتقاليه، لحد ما يسلم السلطه في الانتخابات المقبله. عايزين الانتخابات تمر بسلام زي ما مرت، عايزين الشرطه ترجع، عايزين نحافظ على هيبه الدوله. اللي يخرج عن الاطار ده يبقى مش مننا. هو دي الجزئيه اللي بنتكلم فيها. هو انت اكيد كلمتك ان ما كل واحد بيمثل نفسه يا استاذ كريم، لان امبارح كانت طلعت مسيره سلميه حقيقه في العباسيه وانضم ليها كثيرين من اهالي العباسيه عشان يقولوا ان اللي بيقعدوا في العباسيه بيمثلوا انفسهم، وان احنا دول ما بيمثلوش العباسيه. هم اللي خرجوا، لا احب اوضح الصوره كامله، هم اللي خرجوا حوالي 15 20 فرد من حركه 6 ابريل، طبعا متخفيين، عملوا دعوه على الفيسبوك ان هم من اهالي العباسيه، واللي هم طلعوا شتموا في المجلس العسكري. هم حوالي 15 20 فرد. لا انت شفت يا استاذ كريم ازاي 15 20 فرد؟ اكيد بس في مشكله يا فندم. انا كنت شايف الموضوع من هناك كله يا فندم، الا لو حضرتك عايز تخليهم بكاميرتك مليون، فدي حاجه ثانيه يعني نتكلم فيها بعد. انا بحب لا كلمها دلوقتي لو انت حابب يا استاذ كريم. يعني حابب يعني ايام اسفين يا ريس وايام العباسيه الاثنين ايام متشابهه مع بعض، ما كلناش العدد مليون، بنتعامل مع العدد بمقداره الطبيعي، وبنتعامل مع العباسيه بمقدارها الطبيعي يا استاذ كريم، ما بنديهاش اكبر من حجمها ولا اقل من حجمها. ما هي دي الحقيقه، هم حوالي 15 20 فرد. انا يمكن انت كاميرتك بتجيب اعداد اكتر، فمش مشكله، مش دي القصه. انا بتكلم في ان اي ميدان في مصر هو ملك الشعب المصري كله، ملك ال 85 مليون مواطن باختلاف ارائهم، باختلاف ديانتهم، باختلاف توجهاتهم السياسيه، فمش حكر على حد. احنا كلنا ناس متعارضين او متفقين في الاراء، لكن متفقين ان الجيش كيان وهو يمثل هيبه الدوله، وان ما ينفعش المساس بيه. ده اللي احنا متفقين فيه، ومتفقين على الاستقرار وعوده الشرطه. لكن من العباسيه ما يمثلهاش اي شخص ولا اي تيار سياسي مهما كان قوته على الارض. انا حلوه جميل جدا الاداء ده يا استاذ كريم، عشان العباسيه ما تكونش متضايقه، لان انا واصلني العباسيه متضايقه بشكل كبير، اهل العباسيه مما يجري هناك. يا فندم انا صراحه ده شيء رائع، ده شيء رائع. ده شيء رائع. الله عليكم. عايز اضيف معلومه تاني. حضرتك معايا يا فندم؟ طبعا يا فندم. المعلومه اللي احنا عايزينها دلوقتي ان احنا يا جماعه كفايه
اعتصامات، كفايه مظاهرات، كفايه مشاحنات. بما ان يا فندم حضرتك جبت سيره اسفين يا ريس اللي انا بتكلم باسم دلوقتي، اسم جماعه اسفين يا ريس، انا بحذر الاستاذه المحترمه بوسينه كامل على الهواء مباشره في برنامج. لا مش عايزك تحذر حد بعد اذنك، ما تستخدمش برنامج لتحذير حد. انت بتقول رساله وبكره ممكن تقدر تحذر وكده، بس بعيد عن برنامجي يا استاذ كريم بالله عليك، يعني بعيد عن برنامجي. ممكن نتواصل، انا عايز اسمع صوت استاذ كريم. ايوه يا فندم، حضرتك في مشكله دلوقتي يا فندم ان استاذه بوسينه كامل. لا بعد اذنك يا كريم، بعد اذنك استاذه بوسينه كامل ما تجيبش سيره اي حد، ماليش دعوه باي حد. لا مش في اللقاء مع حضرتك النهارده، انا بتكلم في حاجه هتحصل بقى ان احنا ان شاء الله نازلين الاكاديميه بكره عشان نحضر الجلسه. انا بتكلم في نقطه ثانيه، مش اللي انت عرضته النهارده. أيوة. انا بتكلم في حاجه ثانيه. أيوة. هي نزلت على تويتر ان هي بتحشد ناس ونازله قصاد الاكاديميه بكره لحضور جلسه الرئيس محمد حسني مبارك بكره في الاكاديميه. فانا بتنبأ لان كالعاده استاذ بوسينه كامل ما فيش مكان بتروحه الا بيحصل فيه مشكله. فناشد في برنامج حضرتك ان القوات الشرطه وقوات الجيش تحمي مؤيدين الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لان بكره هيحصل تصادم. فاحنا مش عايزين القصه دي، وبحمل الاستاذه بوسينه كامل اي مسؤوليه تصاعد هيحصل بكره. دي رساله بحب اوجهها لحضرتك في البرنامج، لان انا اول كلمه قلت ايه؟ كلنا مصريين باختلاف انتماءاتنا وتوجهاتنا، لكن ما حدش فينا يزايد على وطنيه حد او حبه للبلد. في اهلاوي، في زملكاوي، في اسماعيلاوي، لما بيجي ماتش مصر كله بيلبس تيشيرت المنتخب وبيلعب بيه. رغم الحكايه تشبيه بعيد قوي خالص، الكره ملهاش دعوه دلوقتي، البلد كلها البلد في حاله ثوره، وانتمائك لمبارك ده شيء بيرجع لك، ما نقدرش نحاسبك عليه، ولكن ما تفرضوش على دوله قامت بثوره. مش بفرضها يا فندم. يعني مشاكل يا فندم. انا بقصد ايه؟ ان احنا مش عايزين. انتوا هتطلعوا بكره تأيدوا مبارك؟ في مؤتمر صحفي المحامين الكويتيين كمان ان شاء الله هيبقى موجود، المحامين الكويتيين يجوا يدافعوا عن الرئيس السابق. ده شيء جميل. طب ما هو برضو في طرف اخر بيقول لك ان برضو الشتيمه وان ما يحدث من العباسيه كمان بيكون شيء صعب بالنسبه للرد على بعض الناس. زي مين؟ حدد لي اشخاص ونرد على حضرتك. لا مع الاشخاص انا قلت لك ما بقولش اسامي، انا بقول لك على اعلاميين. نقول اعلاميين مثلا؟ لا مش الاعلاميين، على اي حد بتشتموا البلد كلها، بتشتموا التحرير، والنهارده فينا دعوه حلوه، يعني ليه ما يبقاش في شتيمه بقى من الطرفين؟ ما هو ده اللي احنا عايزينه يا فندم، ما دام احنا كلنا قلنا تصالح وطني يبقى في شروط بين الطرفين يتفق عليها باجتماع كل الاراء في العباسيه واجتماع كل الحركات والقوى السلميه التحرير، ويبقى يعني ايه مؤتمر مفتوح قدام القنوات كلها، وتبقى مناظره بالطلبات قدام مصر كلها، ويبان مين يا فندم المخطئ، صح ولا انا غلطان؟ يعني نجيب كل التيارات السياسيه اللي بتمثل ميدان التحرير، اخوان سلفيين شباب ثوره الى خلاف، وتجيب الميدان العباسيه بحركاته باختلافاته ممثل من كل واحد فيهم، تناقشوا بنود التصالح وعلى اي اساس، ويبقى مصالحه على التلفزيون هوا، بدل ما بتجيب فضايحنا على التلفزيون وده يشتم فلان وده يشتم علان. طب ايه رايك ما نجيبها نخليها احنا بقى. انتوا هتنزلوا التحرير الاسبوع الجمعه اللي جايه؟ لا ما اعتقدش يا فندم، واعتقد ان دي محاوله زرقاء الفتنه. لا ما اعتقدش يا فندم. اما اللي هي المبادره النهارده على ايه؟ المبادره يا فندم اللي حصلت دي احنا ما نعرفش عنها اي حاجه خالص يا فندم، ولا حد راح فيها من العباسيه اصلا، ولا حد اتكلم فيها، ولا نزل اي بيان اصلا. يعني انا مش عارف الناس دي بتتكلم باسم مين؟ ما هو ده اللي بتكلم مع حضرتك عليه من الاول، مين هم دول؟ احنا ما نعرفش. لما حدش فيهم ظهر على حتى بتكلم مع المعد بقول له الناس اللي جايبينهم في المؤتمر السياسي دول ما شفتش واحد فيهم واقف في العباسيه، ظهروا امتى دول؟ طبعا وده شيء بنشهد لكم بيه يا استاذ كريم. انتوا ممكن اتفضل يا فندم. انا عايز اسالك سؤال شخصي اخير. لا من غير اسئله شخصيه، ما تسالنيش اسئله شخصيه خالص. لا سؤال بالنسبه للوطن. وطن اتفضل. حضرتك يا استاذ. لا ما تسالش خالص حاجه عني، ما تجيبش اسمي في اي سيره، اتكلم على الوطن او اتكلم على كده. عايز تسال على الوطن؟ هسال هو سؤال. لا استاذ كريم حسين بشكرك شكرا جزيلا.